أولا مساء الخير عليك وعلى حياك الضيوف الله. وعلى قناة العراقية. وبداية يعني بعدما خاض عسير بعد 7 أشهر تقريبا أنتج العراقيون حكومة مكتملة الأركان بقياداتها الثلاثة في البرلمان وفي الجمهورية وفي رئاسة الوزراء. فيما يخص جلسة الثقة الآن، يعني بعض الضيوف قال هناك غدر. لا، أنا ما أتفق مع هذه اللفظة بقدر ما نقول أن هناك هي تأخير الحكومة على مدى 7 أشهر. كانت هناك ربما عدم تفاهمات أو أزمة ثقة. طيب. أما يعني هذه تدعم الديمقراطية والالتزام بالدستور. الدستور يقول لك إذا صوتنا على الكابينة الوزارية يعني أكثر من 50%، يعني خلاص تمشي الأمور، وبعدين تباعا نختار في جلسات أخرى الوزارات الأخرى. أنا أعتقد هو يعني كان هناك المفروض مثل ما تفضل يعني أحد الضيوف الأعزاء قال المفروض نقدم إلى الأستاذ علي الزيدي وإلى البرلمان نقدم أكثر من مرشح حتى يتسنى لنا. إذا ما حظي المرشح الأول نذهب إلى المرشح الثاني. ولكن في العموم التقييم الآن يعني الحمد لله، ومبارك للشعب العراقي ومبارك للعراقيين جميعا والأستاذ علي الزيدي. ونتمنى أن هذه الحكومة حقيقة أمامها تحديات أمنية إقليمية، أمامها تحديات فيما يخص السلاح داخل العراق، وأمامها تحديات اقتصادية، وموازنة 2026 إلى الآن لم تؤمن. كل هذه التحديات تتطلب تضافر جهود من الجميع حتى نعبر هذه الأزمة. وإن شاء الله العراقيين قادرين على لملمة البيت العراقي والبيت الوطني، رغم أن هناك يعني معرقلات. ولكن نأمل إن شاء الله بعد العيد وبعد يعني انتهاء موسم الحج أن تعبر الكابينة الوزارية للعراق. طيب.